السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع حضراتكم من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي يا حضرات متجهين مباشرة مع حضراتكم للعاصمة الإدارية، واحنا هنا في التجمع، وعلى شمال حضراتكم داخلين على بيت الوطن. ودلوقتي هنعدي بوابات العاصمة اللي بتعدينا على الدائري الأوسطي، وندخل بوابات العاصمة الإدارية من التجمع. وكنت حابب ان نشوف مع حضراتكم اخر تطورات واخر تطوير واخر تحديث للمونوريل. المونوريل هنا في المنطقة هنا يعتبر اكتمل بنسبة كبيرة جدا، ولكن لسه في شغل ولسه في اعمال انشاء ولسه في يعني لسه ما كملش بشكل سليم، ولكن في عمال شغالة، في عمالة شغالة. المونوريل هنا حضرات بياخدنا مباشرة لداخل العاصمة الإدارية. وبكده حضرات احنا مع بعض في الفيديو هنا داخلين على بوابات العاصمة. ودي كارتة يا حضرات، دي كارتة الدائري الأوسطي اللي بتدخلنا على طريق الدائري الأوسطي اللي بيدخلنا على العاصمة. وده المونوريل زي ما حضراتكم شايفين كده، المونوريل بياخدنا وبيدخلنا لحد العاصمة من جوه. وبكده يا حضرات احنا خرجنا من الكارتة. ده المونوريل وعمال انشاء في المونوريل، العمال في كل مكان. على شمال حضراتكم بيت الوطن. المونوريل اللي بياخدنا هنا بياخد منحنى هنا كده شمال. احنا خارجين من داخلة التجمع. قدام حضراتكم هناك اهو مسجد الفتاح العليم، ده مسجد الفتاح العليم، وهناك بوابات العاصمة. كده احنا طالعين هنا حضرات على طريق الدائري الأوسطي. احنا هنا كده حضرات على طريق الدائري الأوسطي. حابين متجهين مباشرة كده لو احنا عايزين نطلع على اكتوبر، حابين نطلع على مايو، حابين نروح اماكن كتير جدا من على طريق الدائري الأوسطي نقدر من خلالها نستخدمها. حابين نروح العاصمة الإدارية ومستقبل سيتي علوي، بناخد الطريق العلوي ده حضرات قدام حضراتكم كده. الطريق اللي قدام حضراتكم العلوي ده الكوبري اللي بيقابلنا قدام حضراتكم بناخده علوي. وزي ما حضراتكم شايفين كده بناخد الكوبري، والكوبري بياخد منحنى كده وملف واحنا ماشيين. وبيكون على يمين حضراتكم مباني وعماير بشكل ممتاز جدا، كومباوندات هنا كتير. احنا كده الكوبري ده خدنا يوترن ونزلنا في اتجاه مسجد الفتاح العليم والعاصمة. وبكده حضرات مفترق الطرق ده بيقول لكم لو احنا عايزين نخش يمين كده نخش على العاصمة الإدارية ناحية كنيسة الميلاد المسيح. حابين نروح الR5 الR6 الحي السكني البرج الأيقوني مسجد الفتاح العليم بيكون على شمال حضراتكم زي ما انتوا شايفين كده موضح. وبيكون قدام حضراتكم بوابات العاصمة الإدارية. طبعا هنا في شغل باستمرار جدا في العاصمة، الشغل ما وقفش في العاصمة. البوابات شكلها ممتاز جدا، نظام عصري وحديث، وقد ايه المنظر الجمالي مختلف وحاجة مبهجة جدا. كلنا كمصريين احنا بلدنا بتحلو وبتتطور، وان شاء الله هتبقى افضل وافضل واحلى بلاد العالم كلها. ونتمنى الخير ليها، ونتمنى الاستقرار ليها، ونتمنى ان الوضع الاقتصادي يتظبط فيها. ده شكل البوابات قدام حضراتكم، شكلها ممتاز جدا وجميل جدا. الارض هنا معمولة من الرخام. روعة في الجمال والتصميم. ده آخر تحديث يا حضرات لشكل بوابات العاصمة الإدارية. مسجد الفتاح العليم ظاهر قدام حضراتكم. بعد ما بنعدي البوابات بيقابلنا الطريق الرئيسي،
وطريق خدمات. في طريق الخدمات ده حضرات بنزيمة وطنية أول ما بنعدي بتكون على يمين حضراتكم، وعلى طول كده مقر شركة العاصمة الإدارية والبرج الأيقوني وكنيسة الميلاد المسيح والحي السكني الR5 والR6. وبيكون على شمال حضراتكم الR1 والR2، ويكون على يمين حضراتكم الR5 والR6. ومباشرة مع حضراتكم على طول بيكون البرج الأيقوني وبيكون كنيسة الميلاد المسيح. وبيقابلنا يا حضرات على الطريق مسجد الشهداء 1 ومسجد الشهداء 2 ومسجد الشهداء 3. وزي ما موضح قدام حضراتكم كده مسجد الشهداء ده مسجد الشهداء حضرات. يا عم احنا عايزين الشغل يشتغل. بيكون قدام حضراتكم البرج الأيقوني كده من على بعد، وحي المال والأعمال. قدام حضراتكم مباني الR5 بتكون قدام حضراتكم. ايه الدنيا؟ وبيكون ده دار الدفاع الجوي قدام حضراتكم. ده شكل الR5. تمام. وبيكون هنا رويال زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الR5 بيتعمل سور يحوط الكومباوند كله، الحي السكني كله زي ما حضراتكم شايفين. بيكون قصاد الناحية التانية رويال تيبيروز مبنى دار القوات الجوية. وده شكل الR5. اشوف وش حضراتكم في فيديو اخر من قناتكم لفة في مصر، ونشوف ايه اخر تطورات وتحديثات العاصمة الادارية وكل مكان في مصر. ما تنسوش تدعموني في القناة، واتمنى ان الفيديوهات تعجب حضراتكم، واي مكان حابين نروحه او نشوفه هنلف فيه في البلد كله مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.